اتفرج معايا كده على تصرف احمد نبيل كوكا الغريب في هدف شباب بلوزداد القاتل النهارده على النادي الاهلي بلس 90. هنا المفروض الكره اتلعبت عرضيه في قلب ال 18 ولاعب شباب بلوزداد الفاضي تماما وبدون اي رقابه بيلعب الكره براحته ببطن رجله على يمين الشناوي. هنا الشناوي بيتصدى الكره والكره بتقع منه. في اللقطه دي هتلاقي ان احمد نبيل كوكا هو اقرب لاعب من لاعيبه النادي الاهلي للكره، لان الكره رايحه في اتجاهه واللاعب اللي هيجيب الجون اساسا بيجري من ورا ظهره، واحمد نبيل كوكا على الاقل مسابقه بنص خطوه. في اللقطه دي هتبين لك بقى تصرف احمد نبيل كوكا الغريب في الكوره، لان هنا الشناوي تصدى للكوره والكوره وقعت منه، وهنا احمد نبيل كوكا مكتف نفسه وحاطط ايديه ورا ظهره، والمفروض ان هو اقرب لاعب للكوره من لاعيبه النادي الاهلي، والمفروض ان هو يعمل فولو على الكوره ويعمل انقاذ للكوره الثانيه قبل لاعب شباب بلوزداد. هتلاقي احمد نبيل كوكا اول ما الشناوي وقعت منه الكوره راح فاكك ايديه من ورا ظهره، وبدل ما ياخد سبرنت على الكوره راح مرجع ايديه ورا ظهره تاني ومكتف نفسه وبيتفرج على لاعب شباب بلوزداد اللي كان بيجري في ظهره وهو بيحط الكوره في المرمى زينا زيه بالظبط.